لست أرغب أن أطيل عليكم في التحدث عن كافة المسائل المعروضة على هيئتكم الموقرة، خصوصا وأن وجهة نظر بلادي حولها قد سبق لوفدنا في هذه الدورة أن أبداها أمامكم. وختاما، فإن ليبيا باعتبارها عضوا في هذه الهيئة الأممية لتؤمن إيمانا صادقا بالتفاهم والتعاون بين الشعوب، وتدعو بإخلاص أن تتقبل هذه الشعوب دعوتها إلى التساند والتعاضد لبناء عالم بعيد عن الخوف والجهل والمرض، عالم يتكون من أفراد أسرة واحدة يسند قويها ضعيفها، ويساعد غنيها فقيرها، ويعلم مثقفها جاهلها. وبمثل هذا الترابط الإنساني يمكن للبشرية أن تسير بخطوات ثابتة وحثيثة لما فيه خير أبنائها، وأن توجه طاقاتها وإمكانياتها العلمية لخلق وإيجاد ظروف الطمأنينة وتوطيد أركان السلام والعيش الكريم. On behalf of the General Assembly, I thank His Royal Highness for the address he has just made. The thoughts he has expressed will be given careful consideration by all the representatives here present. I shall now accompany the Secretary General to escort His Royal Highness out of the hall. I would request that representatives remain seated till His Royal Highness has been escorted out of the hall. Subject to that, the meeting is adjourned.